ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل مع بعض lesson 2 في يونت 2. خلصنا المره اللي فاتت lesson 1 وحلينا الواجب بتاعه ونزلنا الاكزام بتاعه والدنيا معانا كانت تمام. اتمنى نكون ذاكرناه وعرفنا اخطائنا واللي عنده سؤال ساله والدنيا تبقى تمام. وكل حاجه موجوده على المنصه باللينكات بكل حاجه بطريقه التواصل معايا. النهارده هشتغل في lesson 2 واللي بيكلمني على الماجنتيك فورس. يلا نشوف الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن ايه. طيب هنشتغل النهارده في الدرس بتاعنا هو الماجنتيك فورس. الماجنتيك فورس ده احنا خدناه قبل كده في جريد 6 تقريبا، في جريد 6 السنه اللي فاتت، وعرفنا ان الماجنتيك فورس دي عباره عن القوه المغناطيسيه المفروض جوه مغناطيس. هنا هنعرفها من الاصل وجت منين والحوارات دي كلها. طيب اول حاجه خالص لو جيت اتكلمت على الماجنت، المفروض ان الماجنت انا اكتشفته ازاي؟ قال لي ان المفروض ان انا اكتشفته عن طريق الانشنت جريك اللي هم الناس الاغريق القديمه، الناس القديمه قوي. اكتشفوه في مكان اسمه مغنيسيا. مغنيسيا دي مكان قديم في اليونان، وسموا الماجنت طبقا لاسم المنطقه بتاعته يعني. والحجر كان اسمه لودستون. لودستون ده كان اكتشفوا ان هو بيعمل اتراكت لسام ميتالز زي الايرون مثلا، زي الحديد. فعرفوا ان في قوه بتقدر تسحب الميتالز، ومع بعد كده راحوا عاملين ارتفيشال ماجنت ارتفيشال تاني، وبعد كده راحوا عاملين ارتفيشال ماجنت وليه اشكال كتير قوي. لو جينا بصينا للاشكال بتاعته هنلاقي عندي 4 اشكال هنشوفهم مع بعض. قال لك اول حاجه عندي باور ماجنت، رينج ماجنت، ماجنتيك نيدل، وهورس شو. اول حاجه خالص الباور ماجنت بتاعي زي ده بالظبط، يعني لو فتحناه كده عشان بس نشوفه، ده شكل الباور ماجنت اهو. طيب لو جينا نبص على الهورس شو، دول بس اللي معايا دلوقتي، انتوا شفتوا بقى الاشكال اهي. ده شكل الهورس شو ماجنت، واخد شكل حدوة الحصان كده، فعشان كده سموه هورس شو. يبقى تاني لما اجي دلوقتي اتكلم على الماجنت، قلنا اكتشفوه في منطقه اسمها مغنيسيا. مغنيسيا دي كانت ما اكتشفوها الانشنت جريك، كانت موجوده في اليونان القديمه. كان اسم الحجر لودستون، وسموا الحجر تبعا لاسم المنطقه اللي هو فيه. واكتشفوا ان هو بيعمل اتراكت للساميتال. طب راحوا عاملين في بدايه القرن ال 19 ماجنت ارتفيشال صناعي. زي مين؟ قال لي زي اشكال كتير قوي خدناها. خدنا الباور ماجنت، الرينج ماجنت، الكامباس ماجنت، الهورس شو ماجنت. قلت لك اللي هو الماجنت اللي شكل حدوة الحصان ولسه شايفينه مع بعض. طيب لو جينا بصينا للماجنت طيب عادة هنلاقي فيه ايه؟ قال لي ان الماجنت عندي لو بصينا له هنلاقي فيه طرفين، طرف ازرق وطرف احمر. الازرق مكتوب عليه حرف الاس والاحمر مكتوب عليه حرف الان اهم. ايه دي عندي ازرق واحمر، ده اس ده ان. هو ليه سموه اس وان؟ قال لك اس ده يعني ساوث، يعني لما بيجي يدور عامه او بيجي نحطه زي الكامبس كده بيتحرك ناحيه الجنوب. لكن النورث سموه نورث ليه؟ عشان بيتحرك ناحيه الشمال. حاجه هنفهمها كمان شويه، بس لازم نبقى عارفين ان الماجنت عندي ليه طرفين، طرف ساوث وطرف نورث. وطبعا احنا عارفين لو الساوث اتقابل مع الساوث ايه اللي بيحصل؟ هل بيحصلوا ان هم بيتقابلوا مع بعض؟ قال لك لا، بيحصل ريبالشن. طيب لو مع بعض بيحصل، لو عكس بعض سوري بيحصل اتراكشن. نيجي نجرب. ايه دي نورث ونورث هم، انا بحاول اقربهم من بعض مفيش خالص. طيب لو جيت قربت النورث من الساوث اوريدي لزقوا في بعض. طب لو انا جيت عملت ده وحاولت بكل الطرق مفيش خالص. يبقى انا فعلا عندي ان الاقطاب اللي زي بعض او البولز اللي زي بعض عمرهم ما بيحصل لهم اتراكشن، بيحصل لهم ريبالشن، بيبعدوا عن بعض. لكن عكس بعض بيحصل لهم اتراكشن وبيلزقوا في بعض عادي جدا. ودي الفكره اللي احنا عملنا عليها الماجنت، او الفكره بتاعه الماجنت عامه. واحده واحده مع بعض هنشرحها. ايه دي الجزء الثاني اللي انا بشرحه لكم اهو، ان انا عندي 2 بولز في الماجنت، الاقطاب بتاعته اسمها بولز. عندي الساوث بول اللي هو ليه بلو كلر، وعندي النورث بول اللي هو ليه ريد كلر، ولازم نعرف الكلرز عشان ممكن يسالني فيهم عادي جدا. طيب قال لك ان الميتالز بتنجذب للماجنت، بتترتب تبعا للقدره بتاعتها على ان يحصل لها اتراكشن مع الماجنت. طب ازاي ممكن يحصل لها اتراكشن مع الماجنت؟ قال لك اول حاجه بقسمهم لماجنتيك ماتيريال ونون ماجنتيك ماتيريال. طب ماجنتيك ماتيريال زي ايه؟ قال لي ماجنتيك ماتيريال يعني حاجات ممكن اجذبها للماجنت. زي مين؟ زي مثلا لو جيت قلت لك عندك قطعه من الايرون الحديد، هل بينجذب مع الماجنت؟ مش عارف، ممكن نشوف. زي مثلا لو جبت لكم دي ودي انتوا شفتوها معايا قبل كده، لو جبت الجزئيه دي وقلت لكم انا برضو عايز اتاكد اذا كانت كابر ولا كانت ايرون، قال لك ان انا هجيب الماجنت بتاعي واقربها منه. الماجنت بتاعي لزق فيها ولا ما لزقش؟ لا، الحقيقه انه بيلزق فيها عادي جدا، ثابت عليها عادي جدا.
طيب يبقى دي بالنسبه لي ايه؟ ايرون. طب لو جبت الكبر قال لك لا طبعا الكبر عمره ما هيلزق فيها، ليه؟ لان دي ايرون معموله من حديد. هي دي الفكره. طيب لو انا رحت جايبه الستوب ووتش البلاستيك دي وحاولت ان انا اقرب منها الماجنت برضو، حاولت اقرب مهما اقرب، هل هيحصل اي اتراكشن؟ قال لك لا طبعا عمره ما يحصل اتراكشن. طب ليه؟ قال لي عشان دي ماده بلاستيك ما بتنجذبش للماجنت. يبقى انا فعلا عندي كده حاجات ماجنتيك وحاجات نون ماجنتيك. ماجنتيك زي مين؟ زي الايرون والنيكل والكوبالت والستيل، ودي واخدينها قبل كده. طب نون ماجنتيك اي حاجه ثانيه غيرهم. يبقى انت عندك الماجنتيك 4 بس، ايرون نيكل كوبالت ستيل. طيب النون ماجنتيك اي حاجه ثانيه غيرهم. وادي قدامك اهو الماجنتيك دي الماتيريال ذات اتراكتد تو ذا ماجنت. طب النون ماجنتيك الماتيريال ذات نوت اتراكتد تو ذا ماجنت. زي اكزامبل اهو واكزامبل اهو. اتمنى الدنيا كده تبقى واضحه. طيب عندي بوينت ثانيه. لو انا دلوقتي جبت طبق رمل وحطيت في الرمل ده كبر فيلينج وايرون فيلينج، يعني برادة حديد وبرادة نحاس، ورحت مقلبهم كلهم مع بعض كده، وجيت جبت الماجنت، تفتكروا الماجنت هينجذب مين فيهم؟ المسنغم الماجنت هيكسب اكيد الايرون فيلينج برادة الحديد. ليه؟ قال لك عشان ده ماجنتيك ماتيريال ذات اتراكت تو ذا ماجنت. يبقى ده يبقى لما اقول لك مين ايه اللي هيحصل تقول لي الايرون فيلينج والاتراكت تو ذا ماجنت بيكوز ات از ا ماجنتيك ماتيريال، عشان هي ماده مغناطيسيه بتنجذب للمغناطيس. وده سؤال هتلاقيه دلوقتي عندك في البي دي اف اللي معاك اللي انت المفروض تتابعه عشان نبتدي نكمل مع بعض. ايه اللي هيحصل when الماجنت brought close to a mixture of iron filling, copper filling and sand. قلنا طبعا ايه اللي هيحصل؟ تقول لي ان الايرون فيلينج attract to the magnet because it is a magnetic material. طيب ادخل على الجزئيه دي، الاخر جزئيه معايا في الجزئيه دي قبل ما ادخل على جزئيه جديده. لايف ابلكيشن. قال لك ان اللايف ابلكيشن ده بيكلمك على الكريمنال انفستيجيشن، يعني علماء الطب الشرعي، علماء اللي هم الجريمه، الحاجات اللي لما حد بيحصل جريمه قتل او اي جريمه او سرقه او وات ايفر. قال لك بيجوا الناس دي بيعملوا ايه؟ بيرفعوا بصمات. بيرفعوا البصمات دي ازاي؟ قال لك ان هم بيجيبوا فرشه متمغنطه، فرشه فيها ماجنت، ويبتدوا يحطوا فيها ايرون فيلينج، ويبتدوا يمشوها على اي حاجه فيها بصمه. اي حاجه فيها بصمه بيبتدي شويه من براده الحديد ده يلزق على البصمه. ازاي مسنغمه وبراد البصمه دي بتسحب؟ قال لك لا، ده كان صباعك لما بيبصم على اي حاجه بيبقى فيه شويه زيوت او شويه اي حاجه ممكن تلزق اي حاجه عليها، فبالنسبه له اول ما بيعدي عليه براده الحديد بيبقى فيه خطوط كده، بتلاقي حتى شكل البصمه بتاعتك على شكل خطوط بالظبط كده. تلاقي الايرون فيلينج بدا يعمل كده شكل خطوط على البصمه دي، فيعرفوا البصمه دي شكلها عامل ازاي. طبعا هم متخصصين قوي في الحوار ده. ومن هنا قال لك ان الماجنت ساعدني ان انا بساعد علماء الجريمه او الكريمنال انفستيجيشن على ان هم يدرسوا الحوار ده. وزي ما هو بدأ قدامك اهو الفورنسيك اند كريمنال انفستيجيشن. قال لك اول حاجه ان الماجنت بيبتدي يجيبوه يحطوا عليه ايرون فيلينج اللي هو بينجذب ليه. بعدين قال لك بيبتدوا يحطوها زي ما انت شايفه هو البصمات اهي، بيبتدوا يمشوها على المكان. اول ما بيمشوها على المكان بيبتدي يظهر خطوط. الخطوط دي نتيجه للانكريل بتاعه الفينجر برينت، البصمات اللي مش واضحه بتاعتي. ومن هنا بيبتدوا يعرفوا ان يبتدوا يشوفوا الفينجر برينت بتاعتك او البصمات بتاعتك ويعرفوا شكل البصمه زي ما قلنا. يبقى نراجع سريعا كده الجزئيه اللي احنا خدناها قبل ما ننتقل على جزئيه ثانيه. اول حاجه عندي اخدنا الماجنت وعرفنا ان هو كان اول ما كانت اكتشفوه فيه اسمه مغنيسيوم، والحجر نفسه اسمه لودستون، وعملوا منه حجر صناعي في اوائل القرن 19. كان ليه 4 اشكال: الباور ماجنت، الرينج ماجنت، النيدل ماجنت، والهورس شو ماجنت. بعدين اتكلمنا ان هو كان عنده 2 بولز، النورث والساوث، وقلنا الساوث ده ليه والنورث ده ليه، وهنفهمه كمان شويه. ادوني بس شويه. هندخل بعد كده على الماتيريال اللي بتنجذب للماجنت. قلنا دي اسمها ماجنتيك ماتيريال ونون ماجنتيك ماتيريال. ماجنتيك ماتيريال يعني اتراكت تو ذا ماجنت، نون ماجنتيك ماتيريال يعني نوت اتراكتد تو ذا ماجنت. طيب زي مين الماجنتيك ماتيريال؟ زي الايرون نيكل كوبالت ستيل. تاني ايرون نيكل كوبالت ستيل. طب اي حاجه تانية؟ لا دي مش معايا. يعني قلت لك كوبر، لا ده مش ماجنت. طب لو قلت لك الومنيوم، لا ده مش ماجنت. اتفقنا كده؟ طيب اتكلمنا بعد كده على الكريمنال انفستيجيشن اللي هي علم الجريمه بتاعي او الجريمه الفورنسيك اند كريمنال انفستيجيشن. قال لك ده فيه قلنا زي ما قلنا ان احنا بنجيب فرشه عادي جدا بيبقى فيها بيبقى فرشه مغناطيس او ماجنتيك براش. الماجنت براش دي بنقربها من الايرون فيلينج بيبتدي يتحوط حواليها، وبعدين نمشيها على المكان. لو في اي فينجر برينت بيعمل خطوط وبيوريني لك البصمات زي ما باينه عندك في الصوره اهي. اتمنى تكون الجزئيه دي اتفهمت، ولما رجعناها تاني الدنيا فيها بقت بسيطه. طيب يا حلوين،
دلوقتي هنتكلم على البروبرتيز بتاعه الماجنت. بس قبل ما نتكلم على البروبرتيز بتاعه الماجنت، لو احنا دلوقتي جينا جبنا بس قبل ما نتكلم على البروبرتيز بتاعه الماجنت، لو احنا جبنا الماجنت بتاعي واحنا عرفنا خلاص ان انا عندي نورث بول وساوث بول، لو انا جبت الجزء النورث ده ورحت كسرته منه حته، هل هيبقى الجزء اللي معايا ده نورث بس؟ يعني انا دلوقتي معايا نورث بول وساوث بول، انا هاخد حته من الجزء الاحمر ده اللي هو نورث بول، هكسره واخده. هل لما اجي اتعامل معاه هتعامل معاه على انه نورث بول؟ يعني لو قربت من النورث بول هيحصل له ريبالشن، ولو قربت من الساوث بول هيحصل له اتراكشن؟ قال لك لا، اي جزء في الماجنت مهما كان هو اتكسر، لو حته ايدي كده اهو بيبقى عندها ساوث بول ونورث بول، حتى لو كانت في جزء النورث او جزء الساوث. مش فاهم؟ يعني انا دلوقتي جيت كسرت حته من الماجنت ده، سواء اني وات ايفر اني مكان، قال لك كل جزء، يعني لو انا كسرت الجزء ده من هنا، زي لو جيت رسمتها لكم او مثلتها لكم كده برسمه صغننه، قال لك دلوقتي انت عندك ايه؟ لو انا دلوقتي جيت ادي الماجنت بتاعنا اهو كله اهو، خلينا نلونه عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا. ادي الماجنت اهو، خلينا نتخيله. عندي هنا ده الساوث بول، وعندي هنا ده النورث بول، الجزء الاحمر والجزء الازرق. طيب لو انا جيت اخدت الجزء ده من الاحمر من الماجنت، مش انا كسرته خلاص من الماجنت بتاعي، انا كسرته. قال لك لو خدت الجزء ده اللي انا عملته ده، اللي احنا واخدينه من الجزء النورث، وجيت قربته من الماجنت برضو، قال لك هلاقي ان في جزء نورث وفي جزء ساوث برضو. طب لو انا رحت كسرات نصين، قال لك برضو الحته اللي هاخدها يبقى فيها جزء نورث وجزء ساوث. عشان كده عمرك ما هتلاقي ماجنتيك بول لوحده موجود. يعني مش هتروح لحد تقول له انا عايز الساوث بول بتاع الماجنت بس، لا، هو الماجنت دايما فيه الاثنين، يا ساوث يا نورث. يعني هو دايما في الساوث والنورث مع بعض، عمرك ما هتلاقي النورث لوحده ولا الساوث لوحده، حتى لو انت كسرته 100 حته من الساوث ده او من النورث ده، وات ايفر. تمام كده؟ يا رب الجزئيه دي تكون مفهومه. لو دلوقتي اتكلمت على البروبرتيز بتاعه الماجنت، قال لك عندي حاجتين. اول حاجه الاتراكشن بتاع الماتيريال towards the two poles. تاني حاجه ان الماجنت دايما بياخد a certain material او certain direction when it's suspended يعني بيبقى حر، يبقى متعلق كده حر من غير ما حد يمسكه، وهنشوفها دلوقتي. الماجنت اللي عنده التو بولز اللي هو زي النورث والساوث دول، لو جيت قلت لك دلوقتي انا عندي ايرون فيلنج ورحت حاطه ده فيه، قال لي هلاقي ان معظم الايرون فيلنج او الدنست الكتيره بتاعت الايرون فيلنج عند البولز هنا، لكن في النص ما عنديش قوي، الجزء فيه قليل قوي. زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو، ادي الماجنت اهو على الايرون فيلنج اهو. قال لك لما انا حطيته كده، قال لك هلاقي كله متجمع هنا وتقريبا ما فيش حاجه هنا. قال لك لان المفروض ان ده بيبقى عنده هايست دينستي. ايه الفكره؟ ان بيبقى عندي هنا الهايست دينستي وهنا اللو دينستي. قال لي عشان كل ما دخلنا جوه من عند البولز، كل ما الماجنتيك بتاعته بتقل ان هو يسحب الماتيريال. وعشان كده لما اجي اقول لك وات هابن لما الباور ماجنت يحصل له دب في الايرون فيلنج، تقول لي ان الايرون فيلنج will attract to the magnet with higher density in the poles and lower density of the middle of the magnet، او هيقل لما نوصل للميدل بتاع الماجنت. اتمنى الجزئيه دي تكون واضحه. الجزئيه الثانيه عندي واللي مهمه جدا 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 واللي هنعمل فيها دلوقتي حاجه حلوه. احنا قلنا الماجنت يكون suspended freely. يعني ايه الماجنت يكون suspended freely؟ لو انا دلوقتي جبت ماجنت عادي جدا، ربطته في خيط عادي جدا اهو، ماجنت اوريدي ربطه في خيط. قال لك اشمعنى؟ قال لك دلوقتي لو انا جيت قلت لك ان الكره الارضيه بتاعتنا دي كلها هنتخيلها ان هي عباره عن a large magnet، عن ماجنت كبير، ماجنت كبير قوي. لو احنا جينا نتخيل دلوقتي وجينا نرسم الكره الارضيه بتاعتي اهي، لو جيت قلت لك الكره الارضيه الجزء النورث بتاعها فين، هتقول لي يا مس نغم النورث بتاع الارض اهو والساوث اهو. تمام، صح، برافو عليك، ده جيوغرافيكال دايركشن بتاعها، التوزيع الاتجاه الجغرافي بتاعها. طيب لو انا دلوقتي جيت قلت لك اعتبرنا الارض دي لارج ماجنت كبير، هنمثلها بماجنت اهو.
قال لي هنمثلها ان الجزء الساوث بتاع، احنا متفقين ان في جزء ساوث وفي جزء نورث، ادي الجزء النورث اهو رسمناه، وادي الجزء الساوث اهو رسمناه. انا بحاول الون لكم الماجنت بس عشان تبقوا متخيلين الحوار. يبقى انا دلوقتي عندي الماجنت بتاع كوكب الارض اهو النورث والساوث. قال لك لما نيجي نتخيل ان الارض عباره عن ماجنت كبير، قال لك هلاقي ان الجزء النورث بتاع الماجنت ده موجود في الساوث جيوغرافيكال دايركشن، والجزء الساوث بتاع الماجنت ده موجود في النورث جيوغرافيكال دايركشن. ايه الكلام ده؟ مش فاهم اي حاجه. بالراحه كده، انا عندي ارض، والكره الارضيه دي كلها انا عارف ان هي عباره عن ماجنت كبير، ماجنت كبير، ماجنت ضخم. طيب قال لك همثلها ازاي؟ انا عارف يا مس نغم ان الكره الارضيه بتاعتي الشمال فوق والجنوب تحت، برافو عليك. طب الماجنت مش احنا متفقين ان هو فيه تو بولز، النورث والساوث؟ قلت له اه. قال لي اه يا مس نغم. قال لك عشان كده احنا قلنا الساوث بيروح ناحيه مين؟ النورث، والنورث هيروح ناحيه الساوث. يبقى لما اقول لك النورث دايركشن، النورث جيوغرافيكال دايركشن عندك اسمه ايه؟ هتلاقي عنده الساوث ماجنت بتاع الارض. طب لما نيجي نقول لك الساوث جيوغرافيكال دايركشن بتاعك، هتلاقي عنده النورث دايركشن بتاع الماجنت بتاع الارض. اتمنى تكون كده وضحت. طيب لو انا دلوقتي جيت مثلتها بماجنت سسبندد فريلي، جبت الماجنت ده وحطيته على القلم دلوقتي اهو عشان اشوف هيقف ازاي. لو احنا جينا بصينا للماجنت اهو، بصوا الماجنت عمال يلف يلف وبدأ يقف. نستنى لحد ما يقف خالص. One million zillion jillion dillion cotillion times later. بدأ يقف اهو. ليه الماجنت بدأ يقف كده؟ يعني ليه الماجنت بيقف في الاتجاه ده؟ قال لك عشان زي ما شفت كده ان الساوث بتاع الدايركشن هنا بيشاور على الساوث دايركشن بتاع الارض، والنورث دايركشن هنا بيشاور على النورث دايركشن بتاع الارض. يبقى في السسبندد فريلي لما يكون الماجنت سسبندد فريلي زي ما ثبت كده اهو، هتلاقي ان الساوث الجزء الساوث بتاع الماجنت بيشابه الساوث بتاع الارض، والنورث بتاع الماجنت بيشابه النورث بتاع الارض. يبقى تاني زي ما قلنا الجزء الساوث بتاع الارض كان بيشاور ناحيه مين؟ ناحيه الجيوغرافيكال دايركشن بتاع الساوث بتاع الارض. طب النورث بيشاور على النورث دايركشن بتاع الارض. اتفقنا كده؟ يبقى تاني هنعيد الجزئيه دي تاني. لو جيت دلوقتي قلت لك الارض عندي عباره على ماجنت كبير، الماجنت الكبير ده قلنا ان احنا عارفين الاتجاهات الاساسيه بتاعه الارض نورث وساوث. طب الماجنت الكبير ده قال لك هنمثل ان بي نورث وساوث عادي. طب الساوث بتاع الماجنت بتاع الارض اللي احنا متخيلينه ده بينجذب لمين؟ قال لي ده موجود عند النورث جيوغرافيكال بول، اللي هو الاساسي بتاع الارض، اللي هو الاتجاه الاساسي بتاع كوكب الارض. طيب والنورث؟ قال لي لا ده هلاقيه عند الساوث. قال لك طب لو انا جبت ماجنت عادي وعملته فريلي كده سسبندد فريلي، قال لي هلاقي ان الساوث بول بتاعه بيشاور للساوث دايركشن بتاع الارض، اللي هو الساوث دايركشن العادي بتاع كوكب الارض. طب والنورث بول بالنورث دايركشن بتاع كوكب الارض. اتمنى الجزئيه دي تكون مفهومه. قال لك طب لو احنا جبنا كامبس اللي هي اوريدي البوصله زي ما كنا عارفين، قال لو جينا بصينا للبوصله دي، قال لي ان البوصله دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن فري ماجنتيك نيدل، يعني عباره عن ماجنت شبه الابره كده صغير. قال لك متثبت بايه؟ ببيفات هنا. قال لك طيب ده عباره عن ايه؟ قال لك انت ليه مش بتحطه جوه صندوق ميتال، انت بتحطه جوه صندوق خشب او بلاستيك؟ ليه؟ لان احنا اتفقنا ان مش النيدل دي عباره عن ماجنت. طب لو هي الجزء اللي محطوطه فيه دي ميتال ايرون مثلا، مش هي هتنجذب ليه ولا هيحصل خلل طبعا في الاتجاه طبعا. فعشان كده احنا حاطينه في بلاستيك او وودن بوكس اهو. قال لك to prevent الاتراكشن ما بين النيدل and the box material. اتمنى الدنيا كده تكون واضحه. يبقى احنا كده اتكلمنا على البروبرتيز بتاعه الماجنت، وقلنا ان البروبرتيز بتاعه الماجنت اول حاجه نسبه للاتراكشن بتاع الاوبجكت towards the poles of the magnet. ثاني حاجه قلنا ان هو دايما الماجنت بياخد a certain direction لما يكون suspended freely. واتكلمنا على الكامبس وعرفنا هي ليه بنحطها في صندوق خشب او بلاستيك مش صندوق ميتال. عرفنا طبعا ليه، عشان ما يحصلش اي خلل في اللي هو القرايه بتاعه الكامبس نفسها اهو. بيقول لك to prevent الاتراكشن ما بين النيدل والبوكس ماتيريال. ادخل بعد كده على اللو اوف اتراكشن اند ريبولشن. هو ايه اللو اوف اتراكشن اند ريبولشن ده؟ طيب دلوقتي هنتكلم على اللو اوف اتراكشن اند ريبولشن. ايه هو اللو اوف اتراكشن اند ريبولشن؟ لسه هشرحينه دلوقتي. لما جبت التو ماجنتس بتوعي تاني، لما جبت التو ماجنتس بتوعي اهم وجبت الماجنتس، المفروض ان انا عندي لو حطيت ساوث مع ساوث طبعا عمرهم ما يلزقوا،
هيحصل لهم ريبلشن. طيب نورث مع ساوث هيحصل لهم اتراكشن عادي جدا. طيب نورث مع نورث هيبتدوا يبعدوا عن بعض. معنى كده ان ده هو اللو اوف اتراكشن. طب هو ايه القانون ده؟ قال لك ان هو قانون ليه ديفينيشن. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السيميلر او اللايك بولز ار ريبل، لكن الديفرنت بولز ار اتراكت اهو. طيب ندخل بعد كده على المagnetic فيلد. المagnetic فيلد ده احنا واخدينه السنه اللي فاتت برضو. المagnetic فيلد قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن السبيس اللي موجوده ما بين اراوند تاني. هنتكلم على المagnetic فيلد. ايه المagnetic فيلد؟ احنا واخدين السنه اللي فاتت. قال لك ان المagnetic فيلد ده عباره عن السبيس اللي موجوده اراوند ذا ماجنت. يعني لما اجي اقول لك الماجنت ده هينجذب للماجنت ده، مش في سبيس خليتهم يتواصلوا مع بعض او في سبيس خليتهم يبعدوا مع بعض. هي دي بالظبط المagnetic فيلد. قال ان دي عباره عن طيب دي المagnetic اهي. قال لك ان دي عباره عن سبيس ما بين الماجنت بتاثر على المagnetic فورس بتظهر فيها. طيب قال لك المفروض ان احنا بنمثلها زي ما مثلنا الالكتريك فورس المره اللي فاتت او الليسون اللي فات، بس هنمثل المره دي برده المagnetic فيلد. طيب دي هنمثلها بقى لي magnetic فيلد لاينز، برده imaginary لاينز، خطوط وهميه اهي. هي دي الخطوط الوهميه. قال لك بتوريني الفورس بتاعه المagnetic فيلد زي ما هي باينه قدامنا اهي. لو جيت دلوقتي بصيت على الثلاثه ماجنت بتوعي هم، لو عندي نورث وساوث في ماجنت واحد، عندي نورث ونورث، عندي ساوث ونورث. لو عندي ماجنت واحد قال لي ان المagnetic فيلد لاينز ما بينهم بتبقى دنسر المفروض في البول، وبتبقى خفيفه في الميدل بتاعهم زي ما احنا شايفين كده. النورث بيخرج بيودي المين للساوث، يبقى مين بيودي لمين؟ قال لي ان النورث يودي للساوث زي ما احنا شايفين كده. طيب لو جينا دلوقتي على نورث ونورث قال لي هي برضه هيبعدوا عن بعض صح؟ فاللاينز عمرها ما هتقرب، اللاينز هتبعد زي ما الشكل قدامي اهو. طيب لو انا عندي نورث وساوث لوحدهم قال لك النورث بيدي للساوث، يبقى النورث رايح للساوث اهو. قال لي ايه البروبرتيز بتاعت المagnetic فيلد لاينز؟ قال لي اول حاجه ان هي عباره عن imaginary lines don't intersect with each other، عباره عن خطوط وهميه عمرها ما بتتحد مع بعض، عمرها ما بتتقاطع مع بعض. دي اول حاجه. تاني حاجه قلنا ان هو بيبدا من النورث وبينتهي في الساوث اهو، start from north pole and end with the south pole. اخر حاجه خالص قال لك ان هم بيبقوا دنسر في البولز، بيبقوا كتير قوي في البولز، وبيبتدوا يبعدوا عن بعض كل ما قربنا من الميدل بتاعهم زي ما خدنا من شويه للايرون فيلينج، ركز قوي في البولز وبقى اخف في الميدل. وبكده نكون وصلنا لاخر السيشن بتاعتنا. اديكم كده مقتطفات بسيطه كده من اللي احنا خدناه طول الحصه. بدانا اول حصه خالص. عندي اول حاجه عرفنا الماجنت ده فكرته جت منين. قلنا كان اول حاجه اسمه لودستون، وكان في مغنيسيا اللي هي البلد اللي المفروض يكتشفوا فيها الانشنت جريك، وبعدين عملوا ماجنت صناعي في اوائل القرن 19 وكان ليه 4 اشكال وعرفناهم اللي هو الهورس شو ماجنت والبار ماجنت والرينج ماجنت وهكذا. اتكلمنا بعد كده على الماجنت عنده 2 بولز النورث والساوث، واتكلمنا على الماجنتيك والنون ماجنتيك. الماجنتيك دي قلنا بيأتراكت تو ذا ماجنت، النون ماجنتيك دونت اتراكت تو ذا ماجنت زي البلاستيك والكابر والالومنيوم والحاجات دي كلها، لكن اللي بيأتراكت زي الايرون والكوبل والنيكل والستيل، ودول لازم نحفظهم كويس قوي. ايرون نيكل كوبل ستيل. وقلت ان انا اي ماجنت عندي اي جزء بقطعه منه عمره ما بيكون نورث بس او ساوث بس، بيكون الجزئين مع بعض. اتكلمنا بعد كده على اللي هو الكريمنال انفستيجيشن، الجريمه دي، وقلنا ازاي بنبتدي نشوف الدنيا منها فيها ايه. اتكلمنا بعد كده على البروبرتيز بتاعه الماجنت، وعرفت اول حاجه خالص الاتراكشن بتاع الماجنت توورد ذا بول، وقلنا ان هو بيبقى دنسر في البول وبيبقى اقل في الميتال. عرفنا بعد كده الدايركشن اللي بيمشي فيه الماجنت لما بيكون سسبندد فريلي، يعني بيكون متعلق تعليق حر كده. واتفقنا ان الارض عندي حاجه كبيره قوي، اتفقنا ان هي عباره عن ماجنت كبير. قلنا ان الارض نورث وساوث، ان النورث بتاع الماجنت بتاع الارض ده بيشابه الساوث الموجود في الجيوغرافيكال دايركشن بتاعه. طيب والنورث بتاع الماجنت بتاع الارض ده موجود في الساوث بتاع الجيوغرافيكال دايركشن. قلنا طب لما يبقى سسبندد فريلي قلنا الجزء النورث بيشير للنورث بتاع الارض، والجزء الساوث بيشير للساوث بتاع الارض. تمام كده. طيب اتكلمنا بعد كده على ليه حطينا الكامبس في وودن بوكس او بلاستيك بوكس مش ايرون بوكس، وعرفنا عشان ما يحصلش اي اتراكشن ما بينه وما بين البوكس اللي محطوط فيه. اتكلمنا بعد كده على اللو اوف اتراكشن اند ريبولشن، وعرفنا ان هو
بيبتدي يعمل اتراكت للسيميرال بولز وريبال للديفرنت بولز. اتكلمنا بعد كده على الجزئيه بتاعه الماجنتيك فيلد، وعرفنا ان دي السبيس اراوند الماجنت، وقلنا اللي بيظهر فيها الفورس بتاعه الماجنت، وشبهتها لكم بالالكتريك فورس اللي خدناها المره اللي فاتت، وخدنا ان الماجنتيك فورس عندها ماجنتيك فورس لاين زي بالظبط الالكتريك فورس لاين بتاعه المره اللي فاتت ان هي ايماجينري لاين. طيب، واتفقنا ازاي ان هي بتترسم النورث والساوث، وقلنا ان هي البروبرتيز بتاعه الماجنت، واتفقنا ان هم كانوا 3 حاجات. اول حاجه ان هم imaginary light not intersect، يعني خطوط وهميه مش بتتقاطع. تاني حاجه قلنا ان هي بتبتدي عند النورث بول وبتنتهي عند الساوث بول. اخر حاجه عندي خالص اتكلمنا ان المفروض ان هي بتبقى دنسر عند البولز وبتبتدي تبعد تقل كل ما بعدنا. وبكده نكون خلصنا السيشن بتاعتنا النهارده. اتمنى تكون كانت سيشن لذيذه وخفيفه وجميله عليكم كده، وتكونوا فهمتوا جدا واستوعبتوا درس بسيط وجميل جدا. ممكن ما ناخرش الهوم ورك ونعمله على طول، نذاكر ونركز. ولو عندك اي سؤال ابعت لي، وهتلاقي كل الارقام عندك على المنصه. مش عايز اي تقصير، والنبي عايزين نركز مع بعض كده، وان شاء الله تبقى بدايه لذيذه وجميله علينا كلنا. ربنا يا رب يوفقكم. واحنا كده قطعنا شوط كبير قوي، صدقوني احنا قربنا نخلص الصعب، السهل داخل علينا بجد. ربنا يحفظكم يا رب، واشوفكم دايما من الاوائل. ربنا معاكم.